لسه مع المواهب الشابة ومعانا دلوقتي ميار مجدي. احفظوا الاسم ده كويس لانه يمكن بكرة ان شاء الله تبقى كاتبة كبيرة. ومعانا دلوقتي كمان محمود اشرف، هو بيكتب شعر وبيلقي طبعا الشعر. هنتعرف عليهم وعلى مواهبهم وبعد كده نشوف محمود هيسمعنا ايه. ميار عملت لي دعايه اهو، قولي لي بقى الموهبه بدات امتى؟ حقيقي فتره ابتدائي كده وثانويه على يعني كنت بحاول اكتب قصص اطفال وكده، وبعدين بعد كل ما بكبر كل ما بتعلم حاجات اكتر، كل ما بقرا زياده كل ما بعرف اكتب بطريقه احسن. يعني بتكتبي ايه دلوقتي؟ لسه اطفال ولا بداتي تكتبي حاجات مجتمعيه؟ عادي يعني اكيد في على كل الناس. درستي ولا بس دي هوايه ما اثرتيهاش بالدراسه؟ لا هي مع دراستي، انا بدرس هندسه اصلا، فهي بقى جنبها بقرا كده في الروايات على النت مثلا لو عجبني موضوع عن الكتابه او حاجه بخش اقرا فيه كده بس. طيب بتكتبي الروايات بتسمعيها لحد، بتقريها لحد، في حد متابع؟ بنشرها على النت على الفيسبوك، وفي كان في كده منتدى كنت برضه بنزل عليه. وحاليا احنا يعني في الخليه، وحاليا لو موجود بقى افندي بنحاول ان احنا نسجل القصه القصيره دي ونعملها مسرحيات. هايل. محمود بتكتب شعر من امتى؟ من اولى ثانوي. انت دلوقتي في سنة كام؟ تالتة تربيه، تربيه لغه عربيه. طب تمام، ده اللغة العربية تخصصك، يعني الشعر اكيد باللغة العربية. ما هو انا دخلت اللغه العربيه بعد ما حسيت ان موضوع الشعر بدا يفرق معايا شويه يعني. معنى كده انك كل كتاباتك باللغة العربية مش عامية ولا مختلط؟ لا انا بدات باللغه العربيه الاول، بس حسيت ان الموضوع مش في المجتمع ومش في الزمن اللي احنا عايشين فيه. العامي بيوصل للناس اسهل واسرع وبيبقى محسوس اكتر، فاتجهت للعاميه بعد كده. تمام. طيب الدراسة اكيد فادتك طبعا في كتابة الشعر. تمام، لان التعرف على اساس اللغه العربيه بيفرق في الكتابه، خصوصا ان الواحد بعد كده بدا يقرا في البحور ويعرف انظمه الكتابه وكلمات اللغه الاساسيه، ففرقت في الكتابه بعد كده طبعا. الناس اللي بتسمع شعرك بيقولوا لك ايه؟ في الاول هو في ناس بتقول كويس من باب المجامله، في ناس بتقول كويس من باب اللي هو كويس، اكيد الناس بتختلف ارائها يعني. بس هو انا بدات في الاول ببيجي على الفيسبوك، كنت بكتب حاجات نثر عادي يعني. الموضوع وصل معايا ان الصفحه وصلت 7000 فان بيج، ففي ناس قالت لي كمل واكتب، فبدات اقرا في الموضوع بقى بصفه عامه. الشعر بصفه عامه بدات اقرا فيه واعرف انظمه البحور وطرق الكتابه، ودخلت في الموضوع. ميار، قولي لي احلامك ايه للمستقبل؟ من ناحية هوايتي ولا من ناحية من كل النواحي اللي انت عايزاه. طيب هو من ناحية هوايتي أنا نفسي إن شاء الله إن أنا بكتب حاليا رواية شغالة عليها، وإن شاء الله نفسي إن هي تتنشر يعني. من ناحية بقى مجال دراستي أنا نفسي إن شاء الله إن أنا يبقى عندي شركة كده في مجال تخصصي، أنا في ميكانيكا باور. نفسي أفتح شركة تبقى بتاعتي، تبقى مش على مستوى مصر بس، تبقى على مستوى عالمي بإذن الله. ان شاء الله. محمود، احلامك للمستقبل؟ انا اشوف بلدي احسن من كده، واحلامي الشخصيه ان انا اكون في مكان افضل في بلدي كتير. ان شاء الله. هسيب لك المايك وتسمعنا شعر من اللي انت كاتبه. اوكي، اتفضل. مفيش مشكله. هي قصيده بعنوان اخرس بيبوح. الحيطان مدهونه هم، والديكور واخد بخاطره، والبيبان متشققه، والثواني بطيئه جدا وكانها معلقه، والعيون جوه الدواير جوه اوضتي مبرقه، وشعاع الضلمه اللي في اوضتي اكأب من قلب حبيب مجروح. الحاله النفسيه العامه اخرس بيبوح. وقت ما بحب اقعد ساكت القفص الصدري اللي في جوفي بيكون مفتوح. وقت ما بحب ان اتكلم الصوت اللي بيخرج مني بيكون مبحوح. بقوم من النوم وانام تاني وعقرب ساعتي ما يلفش، ولون الهم في حيطاني ما بيخفش. ريحه الوجع اسكر من ريحه، طعم الالم امر من كلمه مفيش. تعيش احاسيس تموت احاسيس والوقت ما بيعديش. خلاصه القول عقارب الساعه مسمومه بتلدخ في دقايق اليوم. عقارب الساعه مهمومه بتفرز في الساعات اللوم. فما تبصش على الساعه وما تفكرش في الاوقات، عشان عقرب ساعات اليوم بيلدخ في البشر بالذات.